دلوقتي في أزمة إن أنت تختار عربية جديدة، ليه بقى؟ مجموعة عربيات صيني محترمة نازلين بشكل كبير جدًا، وفي نفس الوقت أنت مش ضامن العربيات الصيني دي إن أنت تقدر تصينها أو تقدر تلاقي لها قطع غيار في المستقبل. ممكن في الوكيل بعض الوكلا نزّلوا ضمان محترم جدًا، ونزّلوا فترة صيانة محترمة للعربية، بس الفكرة العربية دي لو كمّلت حبّة حلوين هتقدر تلاقي لها قطع غيار برّه، ده السؤال اللي بيطرح نفسه. النقطة التانية اللي أنت نقطة إعادة البيع، أيًا كان السعر هتيجي تبيعها هيقول لك لأ دي عربية صيني. طب يا ابن الحلال، ما أنت هتشتريها بسعر غالي لو هتشتريها زيرو. لأ أنا دي عربية صيني. طب هتروح تشتري عربية كوري أو ياباني بنفس السعر ده ويمكن أغلى كمان مستعمل، هو لأ لسه النقطة دي في مصر للأسف موجودة. فأنت خلي بالك وأنت بتشتري عربية صيني إن أنت لو عاوز تبيعها أو تسيلها بسرعة أو محتاج فلوسها، وده إحنا كلنا معرضين للنقطة دي، اللي أنت هتواجه فكرة المجتمع للعربية الصيني اللي هم ما زالت لأ دي عربية صيني، أنا مش هشتري عربية صيني بالسعر ده. النقطة الغريبة إن معظم العربيات السيارات كأن في إجماع إن هم مش عاوزين يعملوا عربية اعتمادية، منزلين معظم العربيات في مصر دلوقتي لا إما فتيس سي في تي، لا إما تيربو، لا إما 3 سلندر، لا إما مواتير 1000 سي سي. فما تعرفش ليه في إجماع إن هم مش هينزلوا بعربية اعتمادية. يعني عاوز تشتري عربية اعتمادية أو صاجها معقول شوية هتلاقي فيها الثلاثي المرح ده، أنا مسميه الثلاثي المرح. ولو ما لقيتش الثلاثي المرح ده هتروح مثلا تلاقي عربية منتشرة جدا في مصر، نيسان صاني مثلا، بس هتلاقي إن صاجها فيه مشكلة وأي خبطة وأي تريحة هتأثر في العربية، وموتور بس في نفس الوقت كالصاج ضعيف. الصاج محترم هتلاقي الثلاثي المرح موجود. فبصراحة يعني الموضوع أنا شايف إن السوق لسه بيتشكل. لو أنت عاوز تشتري دلوقتي أنا رأيي يعني برضو ما مش هقدر اقول لك اشتري او ما تشتريش، بس لو انت ما مش محتاج قوي دلوقتي ما تشتريش دلوقتي. انا رأيي ان الصورة هتبدأ توضح في نص 26 اخر 26، هنبتدي نشوف السوق معالمه ايه. العربيات الصيني اللي نزلت دي تمام، باعت ما باعتش، توكيلاتها اشتغلت ما اشتغلتش، قفلت ما قفلتش، قعدوا يمطوحوا لبعض العربية. يعني مثلا في عربيات صيني نازلة دلوقتي مع توكيلات كانت متطوحة بين كذا وكيل قبل كده. فدي مشكلة على فكرة ان انت تلاقي العربية مش ماشية كده، ملهاش تراك محترم ماشية عليه، وانت عمالة تجري وراها وتجري، الوكيل بيجري من العربية بتجري من وكيل لوكيل وانت بتجري وراها. طب يعني ما مش منطق يا جماعة برضه يعني. بس فحبيت افضفض معاكم في شوية في العربيات الغريبة دي.